حد قال لك قبل كده ان انت 3؟ متستغربش، انت 3، مش انا كتير وانا 1000 حاجة على بعضها وشيرين وحسام حبيب والهبل ده. لا بجد، عمر حد قال لك قبل كده ان انت عبارة عن 3 حاجات في قلب بعض؟ تعال اقول لك ازاي. كلنا كبشر القرآن وربنا قسمنا ل3 أنواع اللي ربنا ذكرهم في القرآن، أو 3 أنفس. هي النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. ايه الفرق ما بين ال3؟ أول حاجة هي النفس اللوامة، وتعالى نضرب مثال على طول عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه ونسهل الموضوع. لو واحد مثلا بيشرب سجاير، تيجي ان انت تشرب سجاير مرة في التانية في التالتة، بعد كده مرة واحدة تلاقي نفسك عمالة تقولك أكيد السجاير دي مضرة بالصحة، فتاخد قرار بينك وبين نفسك إن أنا خلاص هبدأ بقى أبطل سجاير. فتقعد مثلا أسبوع مبطل سجاير، تروح جاي تاني مع أول موقف إن أنت تتعرض له إن أنت تتضايق، فترجع تشرب سجاير تاني، تقعد شوية وبعد كده نفسك ترجع تلومك ودماغك تشتغل ونفسك تشتغل، فتقول لا خلاص أنا المرة دي بقى هبطل سجاير بجد، تقعد تبطل سجاير وترجع تاني، وهكذا تفضل في اللوب دي الى ما لا نهايه. فتفضل الشهوه والعاطفه شغاله ان انت تخليك ان انت خلاص تحب ان انت تشرب سجاير، يجي العقل يروح شغال ويلومك، وبعد كده تضعف شويه، وبعد كده يروح جايه الشهوه والعاطفه ترجع تاني، وبعد كده العقل يرجع تاني، وتفضل في الصراع ده على طول. تاني نوع ربنا ذكره في القران وهي النفس الاماره بالسوء، ودي اللي بيتحكم فيها اكتر هي الشهوة والعاطفة، وبيستخدموا العقل عشان يبرر الافعال دي ويحسسهم كده ان هو ولا بيعملوا اي حاجة، بالعكس بيبرر لهم الافعال الغلط اللي هم بيعملوها. ونيجي على مثال التدخين زي ما هو، تيجي تقول له يا ابني كفاية بقى بطل سجاير صحتك هتموت، ده في ناس كتير بتموت كل يوم بسبب السجاير، فيروح جاي برضه مكمل سجاير زي ما هو، والشهوة هي اللي بتحكم عليه، وتلاقي بدل ما هو بيشرب سجاير بس، تلاقي لا بقى عنده العقل جوه اشتغل ان هو يبرر له الدوافع دي، ويبدأ يقول لك ما في ناس عادي بتشرب سجاير وبتلعب رياضة وما بيحصلهاش اي حاجة، والناس عايشة، هو واحد عنده 90 سنة و100 سنة وبيشرب سجاير، وبيبدأ يبرر الفعل الغلط بتاعه. ودايما الشهوة والعاطفة هما اللي بيبقوا غالبين على العقل في النفس دي. تالت نوع ربنا ذكره في القرآن هي النفس المطمئنة، ودي نفس يا رب كلنا نوصل لها ان شاء الله. دي نفس ما فيهاش صراع داخلي، خدت القرار خلاص في حاجة معينة، تبدأ ان هي يبقى عندها إرادة من جوه. وتيجي على التدخين مثلا، خلاص خدت قرار ان انا مش هشرب سجاير تاني، يبقى هو القرار فيه إرادة، العقل هو اللي بيتحكم مش الشهوة والعاطفة، لحد ما بيوصل معاه المرحلة ان هو خلاص ما بقاش طايق ريحة السجاير. دي نفس العقل هو اللي بيتحكم فيها بنسبة كبيرة جدا جدا، وبيقدر ان هو يسيطر على الشهوة والعاطفة. قيس بقى مثل التدخين او الفعل بتاع التدخين ده على اي حاجة، اكل بقى غير صحي، جيم، شوبينج، النكد بتاع البنات، اي حاجة، قيس ده على اي حاجة في الدنيا. طب تفتكر ينفع يبقى جوانا نفس مطمئنة ونفس لوامة في نفس الوقت، ونفس أمارة بالسوء في نفس الوقت، والتلاتة جوانا؟ وطبعا كل واحد فينا عنده ال3 أنفس دول، بس بنسبة وعلى حسب الأفعال. فتلاقي مثلا في نفس مثلا مطمئنة في الحتة بتاعة السجاير، هو مش طايق ريحة السجاير، لكن تلاقيها نفس لوامة مثلا في الأكل بقى، الفاست فود والحاجات دي. فكلنا جوانا ال3 أنفس على حسب نسبتهم، وعلى حسب النفس دي بنستخدمها في أنهي فعل. طب ازاي نقدر ندرب نفسنا في معظم الأفعال على قد ما نقدر إننا تبقى دماغنا ونفسيتنا نفس مطمئنة؟ ده إن شاء الله اللي احنا هنعرفه في الفيديو الجاي. ودلوقتي جه ميعاد سؤال حلقة النهاردة. السؤال بيقول: في أي سنة هجرية توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سنة 10 هجريا، سنة 12 هجريا، سنة 14 هجريا، سنة 11 هجريا؟ اللي يعرف الإجابة الصح يكتبها في الكومنتات.